تتذكروا يا صبايا هالمعروك الرقيق اللي كان مشهور كتير بمدينة حلب من زمان. كنت كتير أحبه وكان هيك على وشه دبس وسمسم. اليوم خطر على بالي أجربه لأنه شد عم بيتطور المعروك وكل مالهم عم بيتفننوا فيه أكتر وحشوات وأشكال وقصص. بس سبحان الله هالمعروك هاد رغم بساطته يعني بس له ذكريات قديمة كتير من الطفولة ورمضان القديم. وكنت خايفة صراحة انه ما ينجح بس الحمد لله نجح وطلع نفسه تمام كتير طلع لذيذ، لذلك قلت انزلكم الفيديو. عجنت العجينة كتير سهلة وبسيطة. رح اكتب لكم مقاديرها تحت الفيديو. بعدين رقيته هيك مثل ما لكم شايفين حوالي نص سنتي بس ما لازم يكون سميك. ودهنته بدبس خلطته مع شوية مي مشان يمرق شوي ويساعدني بالدهن. رشيت على وشه سمسم بعدين خبزته بالفرن. طلع من الفرن دهنته كمان رجعت شوي دبس وهيك صار جاهز. هيك النتيجة. فيكن تعملوه انتو اسمك شوي كمان بيطلع طيب. انا حبيت اعمله رقيق كتير. النتيجة رائعة وطري بجنن. بس انتبهوا لا يطول بالفرن لانه فورا بستوي. لكم الصراحة حتى من هاد كمان عملت بحشوات وطلعوا بيجننوا. اذا بدكم انزلكم اياهم اكتبوا لي تحت الفيديو.